السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شعب مصر في طنطا، حسن شحاتة عاشق الزمالك يحييكم من على كورنيش طنطا، منطقة كورنيش بلازا. مشكلة النهارده هنتكلم فيها مشكلة رمي الزبالة على الكورنيش. فطبعا كان في ناس كده بتطلع ترمي قدام التجميع على الكورنيش، ففي ناس بقى متضررين من كده، فقالوا لهم ما تنفعش ترموا. يجي المواطن بقى اللي عاوز يرمي في الميه واللي عاوز يرمي بيقول لك طب احنا نعمل ايه بالموضوع الزباله؟ ما انا مفيش حد عربيه بتخش ولا في حاجه، ارميها فين بقى؟ طب انا هناكلها ولا نعمل اللي هو الكلام اللي ايه المتعارف عليه. طب يجي حد مثلا يقوم جاي طلع رماها في الميه، حد يقوم جاي سايبها عند بيت حد، بيحصل ايه؟ مشاكل. النهارده الجمعه 31 يناير 2025، من 4 ايام كان يوم الاثنين، كان موافق تقريبا 27 يناير 2025. فكان في حد كده طلع في كيستين مرميين ناحيه الرصيف الناحيه دي كده هنا، ف في معديه رئيس حي تاني طنطا. المهم وقف عشان كان كيستين 3 كده ناحيه الرصيف، قام جاي واقف، فجاب الجهاز بتاعه، اتكلم حد من الرجاله بتوعه. فالمهم جوهم بعد بشويه، فالعربيه جت، والله العظيم انا لمتهم بايدي وحطيتهم في قلب العربيه وما خليتش حد من الرجاله بتوعه شال. فالاستاذ اللي هو النائب تقريبا بتاعه، اللي هو الرجاله بتاعته، فكلمنا معاه، هو ماسك الجهاز، وقلت له حضرتك دلوقتي هو المشكله ممكن تبقى بسيطه وسهله وتتحل. فكان اتفقنا ان هو العربيه تخش كل يوم لل6 شوارع اللي هنا، اللي هو شارع الفخراني وشارع الجيار وشارع ابراهيم الشرقاوي وشارع علي اللمعي وشارع الششتاوي وشارع المدينه المنوره. فان العربيه تخش، وكل شهر اخر كل شهر يجي كل بيت 10 جنيه هيدوها للسائق سياره النظافه والعامل النظافه او الاثنين عمال النظافه اللي على العربيه. الموضوع سهل وبسيط جدا، ان الناس تتعاون مع بعض. انما هي مشكله حضرتك يا سياده رئيس الحي ان بس رمي الزباله ناحيه الرصيف. طب الناس تطلع ترمي في الميه عادي يعني؟ لا مش عادي. المشكله سهله وبسيطه لو تعاوننا كلنا مع بعض. وبعدين جيت انا هو معدي، فبشاور له امبارح كان الخميس، فخد بعضه ومشي، ما رضاش يقف لي بالعربيه. ان انا كنت اقول له بس حضرتك يا سياده الرئيس الحي، ان حضرتك بس تاكد على العربيه ان هي تخش لل6 شوارع دولت كل يوم، والناس هتتعاون معاهم في موضوع رمي الزباله. يحطوا لهم اللي موزع على على باب البيت، وعلى يعلقها له واللي ينزل ينولها له. بس لازم العربيه تخش كل يوم، تبقى تخش لهم كل يوم اساسي، مش تخش يوم ويومين لا، والسواق اللي يخش لوحده. فده كلام ايه؟ ما ينفعش. فلازم العربيه وهي داخله يكون عليها 2 عمال وتخش كل يوم لل6 شوارع، والناس هتتفاهمها وهتتعاون معاهم. وهيجي دلوقتي السائق والعامل، هيبقى حاجه كويسه جدا ان احنا لما نجيب كل بيت 10 جنيه كل شهر، هيجمعوا مع السائق والعامل والاثنين عمال مبلغ هيزود دخلهم ويحسن من دخلهم مع المرتب بتاعهم الاساسي، يساعدهم برضو في العيشه والغلاء والحاجات اللي احنا عشان طبعا ان هم عندهم اولاد وعندهم في الدراسه وبيتصرف عليهم وعندهم برضو مصاريف وكده. فالحاجات دي هتزود من دخلهم. وان المواطن عامل النظافه ده بكل تحضر وبكل رقي ومعامله طيبه ومعامله حسنه. وفي نفس الوقت برضو السائق يخش ويهتم، والعامل واثنين عمال النظافه اللي معاه ان هم يهتموا ان هم يساعدوا الناس برضو في في ان هم ياخدوا منهم الزباله اللي بتطلع من عندهم. انما دلوقتي تبص تلاقي العربيه ممكن يخش السائق لوحده يوم ولوحده معهوش عمال ويفوت يومين. طبعا الناس دلوقتي عندها الزباله بتزيد عندها وبتتراكم وعاوزين يرموها، يطلعوا يرموها بره، يحصل مشكله، واحد يقول له ما ترميش هنا، يجي واحد تاني جوه ياخدها وراح مرميها في الميه. وفي واحد تاني بيبقى سلوكه كويس ياخدها ويروح يرميها في الصندوق اللي عنده كوبري مدحت باشا او كوبري نايف كده. وفي واحد تاني تبص تلاقي طالع وجاي عاوز يحدفها في الميه، بيحصل مشاكل. طب الميه دي يا جماعه اللي احنا بنشرب منها وبيطلع خير منها اللي بناكله اللي هو السمك والحاجات ديت، فبنأذي نفسنا بنفسنا. الموضوع سهل وبسيط جدا ان احنا نتعاون مع بعض ونتفاهم بعض، والعربيه تخش لل6 شوارع كل يوم وعليها 2 عمال
والناس هتقابل السواق والاتنين عمال بكل رقي وتحضر كده ومعامله طيبه وحسنه، والسواق بنفس الطيب، ويبادلوا بعض الايه المعامله الكويسه. انما ان يبقى اهمال من عندنا والكلام ده كله، يبقى المشكله فيها عامل مشترك ما بين المسؤول ومتمثل في رئيس حي تاني ومتمثل في المواطن. انما لو احنا عاوزين نحل المشكله فالمشكله سهله وبسيطه. المشكله سهله وبسيطه، حلها ايه؟ ان العربيه تلتزم وتخش كل يوم لل6 شوارع، ويجي كل شهر ربنا يكرمهم بمبلغ كده بتاعهم ياخدوه 2 عمال اللي على العربيه والسائق اللي على عربيه النظافه. ومش هيبقى في عندنا مشكله ولا هيبقى في عندنا اي حاجه، ولا هيبقى بقى موضوع. او حضرتك بقى تحط لي على كل راس شارع صندوق لجمع الايه الزباله، ويجي العربيه الكبيره الكباس تشيله وبتعمله زي ما بيتعمل عند كوبري نايف. والموضوع مش هنا بس، حتى برضو في قلب شارع نايف تبص تلاقي برضو الزباله مرميه 3-4 اكوام في شارع نايف ناحيه المصنع الزيت والصابون والكلام ده كله، وتلاقي الزباله متراكمه ومتنشره على الارض في منظر برضو ايه يعني منظر مش كويس. فنتمنى موضوع الزباله ده يتحل. وبنتكلم موضوع الزباله اللي هو على الكورنيش منطقه بلازا سهل وبسيط جدا، ان احنا نتعاون مع بعض. المسؤول في دور متمثل في رئيس حي تاني ان هو ياكد على سياره النظافه وعلى 2 العمال اللي عليها ان هم يخشوا لل6 شوارع كل يوم يوميا ويشيلوا منهم من كده. والمواطن هيتفهم ومش هيرمي ايه زباله ولا في الميه ولا على الرصيف ولا على ناس اي شارع، ولا يأذي جاره ويحط الكيسه عنده ويمشي ومحدش كده، كل واحد عاوز يتخلص من كيسه البتاعه دي. فيا رب الموضوع يكون في اهتمامات حي المسؤولين في حي تاني، والمواطن يعامل العامل معامله طيبه ومعامله حسنه، والعامل يعني يعامل برضو المواطن بمعامله طيبه وحسنه، والدنيا كلها تبقى بسيطه وسهله ومش هيبقى فيه مشكله ولا اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حسن شحاته عاشق الزمان.